بعد النجاح الضخم اللي حققناه مع بعض في الموسم الأول ألقم والله كامل أحب أرحب فيكم وأقول لكم أهلا وسهلا بكم في الموسم الجديد، الموسم الثاني من برنامج تحدي التخمين، البرنامج الأمتع والأنجح والأكثر متابعة في الوطن العربي. هذه الأكلة هي السوشي. انتم موعودين بكمية دوبامين، تحديات جديدة مع ضيوف انتم كلكم تحبوهم. فاربطوا أحزمة الأمان وخليكم جاهزين للحلقة الأولى من الموسم الجديد. مشاهدة جاهزين؟ صفقة مستمرة. 1 أخف من كذا بس مستمرة. 2 3 4 5 6 7 8 9. تحية كبيرة لي عمر عبد الرحمن. مسرح فل يا اخوان. في دقيقتين نزلنا الرابط من هنا، التسجيل اتفلل من هنا. سمعوني اقوى تحية لكم يا جماعة الخير. لما نعمل حلقات تحدي التخمين في العادة أخوكم في الله الغلبان العبد الفقير إلى الله يحضر ورا الكاميرا 10 وممكن 20. فلما أعلنا عن المسرح وقررنا نحول هذا الشو إلى مسرح ونعزم كل الجماهير، فجأة الأسماء تغيرت علي. أنا متعود على تاحو، متعود على عبيد، على قريبي عبد ربه. فجأة كذا تجيني أسماء جمانة، ريناد. وين ريناد؟ تولين، يارا. حرارتي ارتفعت وبدأت أعرق من أماكن غريبة وأقول للفريق الحقوني. لا نحن مش متعودين. رجعوا لي تاحو، رجعوا لي عبيد البريطاني. إيش هذا كله؟ فوالله العظيم إنكم فرحتوني بجيتكم عندنا اليوم. تحية كبيرة لكم يا جماعة الخير. لما بدينا في تحدي التخمين قبل 2 سنين، بدينا في هذا التحدي في غرفة حجمها 3 متر ونص في 3 متر ونص. أقول لكم يا بصراحة كانت غرفة نومي، الغرفة اللي بدينا فيها شلنا الطراحة كده ووخرنا الأشياء واللحاف والسرير وقلبناها استوديو، أنا والضيف والمصور. الحلقة اللي بعدها صاروا 5، الحلقة اللي بعدها صاروا 10، وآخر حلقة عملناها كانوا عدد الأشخاص فيها حوالي 20. هذا آخرنا. ولكن اليوم من 20 إلى 250. واو! ألف مبروك يا جماعة الخير. برنامج تحدي التخمين اللي بديناه مع بعض واللي تابعتوا حلقاته في اليوتيوب من بدايته من 2 سنين، يوم عن يوم قاعد يكبر، والآن رسمياً برنامج تحدي التخمين صار البرنامج الأكثر متابعة في الشرق الأوسط كله. اليوم راح نعيش ليلة للتاريخ بتحدي التخمين. تفضلي. لا تبالغ عزام يا نصاب، لا تبالغ. استأذنكم كلكم توقفوا بعد إذنكم عشان نرحب بضيف الليلة. ضيف الليلة جايين خصيصاً من لبنان، راكب طيارة من لبنان. رحبوا معايا يا جماعة الخير اليوم بضيف الليلة الفائز بجائزة أفضل صانع محتوى رياضي عربي، بلال حداد. الحمد لله على السلامة. كيف كانت رحلتك لجدة؟ والله ثاني مرة بيجي على جدة.
اوه ثاني مرة؟ بس هيدي المرة استثنائية، يكون معك بالمسرح هون مع الجمهور الرائع مع الترحيب، فهيدا بفتخر كون موجود هون معكم بجدة مع هذا الشعب الطيب. فإن شاء الله الليلة حتكون ممتعة وبإذن الله بريزين القمر. بريزين القمر! والله مين يتوقع انه عمر هو اللي راح يفوز اليوم؟ سمعونا صوت. طب مين يتوقع انه بلال حداد هو اللي راح يفوز اليوم؟ جاهز بلال حداد؟ جاهز. توكلنا على الله. تحية كبيرة يلا. لبلال، ويلا بينا نبدأ تحدي التخمين. الآن عشان نحدد عدالة المنافسة، نحن برنامج عادل ولا يقبل بالظلم والغش، راح نلعب حجرة ورقة مقص، واللي حيفوز هو اللي راح يبدأ. يلا. بازوكا! شو بازوكا هيدي؟ بازوكا ولا مقص؟ طيب اوف والله توتر تلعب تحدي التخمين قدام ثلاثية. يلا. تحية كبيرة يا جماعة، شجعونا. اوف بلال حداد، هل هذا الحيوان يعيش في الغابة؟ صحيح. اوه هل هذا الحيوان يعيش في البحر؟ ممكن. لا ما يعيش في البحر. لا. طيب. اوكي، يعيش في الغابة. هل هذا الحيوان مفترس؟ صحيح. والله نص نص. مفترس ولا لا؟ نص نص. يأكل اللحوم. بعض الأحيان. يأكل اللحوم؟ صحيح. اوكي. هل هذا الحيوان يعيش في الغابة؟ في الغابة؟ لا، ما يبغى السؤال يا الغابة. بلال. أنا سألت هذا السؤال، وفي قوانين البرنامج ممنوع ذكر السؤال مرتين في نفس الجولة. لا. اوكي؟ حرق السؤال فحيروح السؤال لي، ولا نعطيه فرصة يا جماعة؟ بس أول الله. مرة. هل هذا الحيوان ممكن أن يعيش في البيت؟ طيب هل أجاوب؟ بس ماني متأكد، ما أعرف. ناخذ حبة، ممكن ما يجي. هل هذا الحيوان هو النمر؟ لا لا تبلفوني يا هل جماعة. هذا الحيوان حجمه صغير؟ هو حيوان يعيش في الغابة ويعتبر مفترس. هل هذا الحيوان هو الأسد؟ لا. هل هذا الحيوان يأكل حشيش؟ أعشاب. شباب. عندنا بلبنان يقولوا حشيش. لا عتيني كيف بدي مرة ثانية. شيء ثاني. حيوان يعيش في الغابة ويعتبر مفترس. طب هل هذا الحيوان حجمه أكبر مني؟ نعم. هل هذا الحيوان ممكن أن ينام في البيت داخل البيت؟ بلال نعم يا بلال. داخل لا البيت ينام. نعم حيوان أكبر مني حجما. أنا دماغي قاعد يروح لحاجتين. لا والله في كثير حيوانات أكبر مني حجما. 5 4 هل هذا الحيوان هو الفيل؟ لا. هل هذا الحيوان هو القط؟ في شرطة داخل أرضك. 1-0 لبلال. ايش هذا الحيوان اللي اكبر مني ويعيش في الغابه مفترس؟ 3 2 1 الغوريلا. جواد ما جاء على بالي ابدا. ويأكل 1-0 لبلال يا جماعه. تحيه كبيره لبلال. اوعدكم راح اعوض ونروح للي بعدها يا بلال. بدايه قويه والله يا بلال. يا جماعة الخير، ايش تبغوا الجولة الجاية؟
في واحد قاعد يقول لاعبات. مين اللي قاعد يقول لاعبات؟ هل هذا اللاعب يلعب في الدوري الانجليزي؟ بداية قوية. طب هل هذا اللاعب يلعب في الدوري الاسباني؟ لا. اوكي. هل هذا اللاعب يرتدي اللون الأحمر؟ نفسي قاعد احاول، انتم شايفين. طب هو ما في الدوري الدوري الاسباني، بس مشكله ما اقدر اسال هو في الدوري الانجليزي ولا لا، فخلونا نلعب لعبه الاحتمالات ونروح لدوري ثاني. هل هذا اللاعب يلعب في الدوري السعودي؟ هل هذا اللاعب يلعب في الأرسنال؟ لا. والله جاتني فكره، هذا سؤال مفخخ مسموح، استخدمناه في حلقات اكثر من مره. هل هذا اللاعب يلعب في الستة الكبار اللي في الدوري الانجليزي؟ نعم. هل هذا اللاعب يلعب في ليفربول؟ هل هذا اللاعب مدافع؟ نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ نعم؟ نعم مدافع. مدافع الدوري الانجليزي. اوكي، في الستة الكبار. هل هذا اللاعب أبيض اللون؟ يعني بشرته أبيض ولا أصفر؟ لا لا، هذا اللاعب مدافع في الدوري الانجليزي. بس واحدة وحجاوب بعدها، تسمحوا لي؟ لازم اضمن، ترى قاعد يقرب. هل هذا اللاعب يلعب في احد المانشستريين؟ لا. اوكي. هل هذا اللاعب فان دايك؟ لا. لا شو الأو؟ لا شو الأو؟ ما يلعب في مانشستر، قد يكون في ليفربول، وقد يكون في الأرسنال، وقد يكون في توتنهام، وقد يكون في تشيلسي. يا رب. طيب 1 ليه؟ هل هذا اللاعب أوروبي الجنسية؟ لا. لا. مو أوروبي الجنسية، شكله من هذولاك اللي. هل هذا اللاعب مهاجم؟ مهاجم. نعم. بص شوف عمر بيعمل ايه. بص شوف عمر بيعمل ايه. بص شوف عمر بيعمل ايه. بص شوف. هل هذا اللاعب لاتيني الجنسية؟ نعم. نعم لاتيني الجنسية. أوكي. وطبعا لما تكون على المسرح أعزائي المتابعين تنسى كل شيء. لو تقولوا لي إيش اسمك أقول لكم تاحو. إجابة 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 إيزاك. والله تحية كبيرة لبلال يا جماعة الخير. مين هذا الرمة؟ يا أخي نسيته. والله يقهر يا أخي. إن شاء الله أنكم مستمتعين معانا بأجواء التحدي. على الشاشة قدامكم الفرق بين عدد المشتركين وغير المشتركين من اللي قاعدين يتابعوا الفيديوهات. حوالي نصكم مو مشترك في القناة. أنا نبغى أفهم، أنتوا هو مبسوطين بالفيديوهات أهو، ليه ما بتشتركوا؟ اشتركوا الآن. لو كل واحد يتابع الفيديوهات اشترك في القناة نوصل 20 مليون بعد بكرة. فللي مو مشتركين وقفوا المقطع واشتركوا في القناة تحت. وعد المشتركين حبايب قلبي الله يعطيكم العافية، سامحونا أخذنا من وقتكم. الآن راح نرجع للتحدي مرة ثانية. السؤال الأول يقول: هل هذه الأكلة عربية؟ لا. لا. هل هذه الأكلة بحرية؟ لا. هل هذه الأكلة أمريكية؟ برجر وبروست وفرنش فرايز. هل هذه الأكلة من الطبخ؟ طبعا تنطبخ. طبعا ايش قاعد يقول هذا؟ هل هذه الأكلة تتاكل في الفطور؟ لا. أكيد لا. اوكي. هل هذه الأكلة لحمية؟ لحمية؟ يعني من لحم شيء. بروتين؟ نعم تحتوي على البروتين. نعم. اوكي. هل هذه الأكلة إيطالية؟ لا.
شوفوا الجلسة بس. هات. هل هذه الأكلة دجاج؟ عندي إجابة، بس يا إما حتصير فيديو ترند في التيك توك، يا إما حتصير فضيحة عالمية في التيك توك. يعني هي واحدة من اثنين. بس لازم أرمي. طيب يا فتاح، شجعوني. يا رب. هل هذه الأكلة هي السوشي؟ الحمد لله. كيف عرفت أخي؟ لأنه لا إيطالية ولا أمريكية ولا عربية. وإنت قاعد تقول لي؟ قلت هناك شرق. هناك مين هنا يحب السوشي؟ عزام تحب السوشي؟ انا احب السوشي. أنت تحب السوشي؟ 2-1. أعطونا تحية كبيرة لي يا جماعة الخير. واو. ترى أنا أتدرب على، أنا لما كنت صغير كنت بطل اللعبة دي. يلا بينا، بسم الله. دور بلال صح؟ يلا بلال تفضل اسأل سؤالك. أنا ما وقفتها. والله ما لكم داعي. تفضل. هل هذه الدولة عربية؟ نعم. هل هذه الدولة أوروبية؟ لا. هل هذه الدولة في آسيا؟ لا. هل هذه الدولة في أفريقيا؟ هل هذه الدولة في إفريقيا؟ لا. خلاص. طب هل هذه الدولة، شوفوا يا والله مشكلتي اللي ذكي. هل هذه الدولة، هو قال عربية صح؟ طب خذوا دي. هل هذه الدولة، قال في آسيا صح؟ خذوا دي. هل هذه الدولة في الخليج؟ نعم. نحن مش عرب أصلا. شو الضحكة دي يا خالد؟ هل هذه الدولة لديها لون الأخضر؟ أرمي إجابة فضائية. بس المشكلة أنا والله لا أعلم أنا وين أصلاً في العالم. يعني أنا هنا ولا هنا. أنا بس سألت أفريقيا ما في. ممكن تكون في آسيا، ما هي في أوروبا. ممكن تكون في آسيا، بس ممكن تكون في الأمريكتين. 5 هل هذه الدولة موجودة في الأمريكتين؟ لا. هل هذه الدولة لديها جمهور كبير جدا في السوشيال ميديا؟ كبير جدا. بلال نعم. عند بلال نعم. يا جماعة بلال عرف الإجابة. اديله الكرت في وجهه ولا لا؟ ولا بدري شوية؟ بدري. طيب أنا راح أجرب أرمي قنبلة. خلاص هو عرف، نتسلى، ما عندنا شيء، قاعدين مبسوطين. نجرب نرمي قنبلة. هي ممكن تكون somewhere في آسيا. نتكلم الصين، اليابان، كوريا، الهند، إندونيسيا. هل هذه الدولة هي كوريا؟ لا. أوكي. هل هذه الدولة الجزائر؟ لا. واو شطفها. واو. هل هذه الدولة إندونيسيا؟ 5 هل هذه الدولة ليبيا؟ النتيجة إلى الآن 3-1. تحية كبيرة لبلال يا جماعة. واو. اللي بعده. هل هذا الحيوان مفترس؟ نعم. هل هذا حيوان يعيش في المنزل؟ لا. مش هيكون بيرضى. لا ما يعيش في المنزل. لا يعني بيئته مو المنزل. اوكي. طيب هل هذا لا اكيد حيكون اكبر مني حجما اذا مفترس غالبا. هل هذا الحيوان يعيش في الغابة؟ نعم. حاضر. مفترس نفس اللي قبل يخرب بيت الغوريلا. شكله رجعوا للغوريلا. يلا. هل هذا الحيوان يعيش في البحر؟ لا. حيواني يعيش في الغابة وحيواني مفترس.
اوكي. هل هذا الحيوان عنده اكثر من لون في جسمه؟ صحيح. صحيح. هل هذا الحيوان سريع؟ لا. لا. طب هل هذا الحيوان منقط؟ ممكن. كيف يعني؟ ما منقط. منقط. هل هذا الحيوان وزنه ثقيل جدا جدا؟ لا، ليس ثقيل جدا جدا. اوكي. فاهم قصدك كويس. اوكي. ما هو ثقيل جدا جدا. طيب انا في بالي اجابه الصراحه. هل هذا الحيوان لا ولا الا لا ولا الا لا ولا الا هل هذا الحيوان هو الدب؟ في الدب القطبي ولا عشانه نادر مو محسوب؟ تضحك؟ يلا روح طيب. روح. لا استعجل. طيب هل هذا الحيوان لديه رائحة؟ خلاص انتهى. انتهى. طيب هل هذا الحيوان يطير؟ لا ما يطير. استثني الصقور والنسور لحظة شوي. لا ما يطيرش. هل هذا الحيوان يعلو من فوق الأرض؟ لحظة. ليس يطير. هل هذا ما يعتبر استخدم سؤالي بلفة؟ لا. طبعا شغال؟ يعلو طبعا. يعلو. يطلع شجرة وكذا؟ نعم. هل هذا الحيوان من الممكن أو ما يعرف عنه تربيته في المنزل؟ لا. لا. هل هذا الحيوان هو النسر؟ لا. نسر. فوق الأرض. هل هذا الحيوان أكبر مني حجما؟ لا. أوه لا. أنا بالي كانت أروح الدب، الأسد. وين ألا؟ هل هذا الحيوان كنغارو؟ لا. هل هذا الحيوان هو الفهد؟ لا. في غباء أنا عارف. هل هذا الحيوان هي فراشة؟ الأربعة بتوجع. يا ساتر. لا والله. كم النتيجة؟ 3-1 صح؟ 3-1. حنروح ننام بدري اليوم خلاص. جماعة أوعدكم بريمونتادا قوية. بلال هيدي باللاعبين ما في ريمونتادا. وأنزل لي. يلا 3 2 1. هل هذه الأسطورة ما زالت عقيدة حياة؟ نعم. طيب هل هذا الأسطورة لاتيني الجنسية؟ هل هذه الأسطورة عربية؟ لا. من عربية. نتسلى ولا ألعب مضمون؟ أنا سويت استراتيجية من خلال سؤالك قبل شوي وأخمن، ويا رب ما أتفشل في التيك توك. هل هذا اللاعب هو بيليه؟ لا. قولوا والله إنه لا أغلب. يا مشنوق. هيدا حارس مفضل. هيدا شاك حارسك المفضل. أنا لما شفته انفجعت. يا جماعة الخير بلال شرساوي لما شفته قلت رحنا فيها. بس دقيقة والله العظيم عشان نحلف، لأنه في ناس حيجونا في اليوتيوب وفي التعليقات وأنا أعرف وين الكاميرات كاميرا. والله العظيم إنه أنا ما أعرف هذا اللاعب، وقبل ما تبدأ الجولة أنا ماني عارف هو مين، بس من أجل المحتوى سويناها وجبنا النقطة وصارت النتيجة 4-2. سهل. أوف. هل هذه الأكلة عربية؟ نعم. بلال؟ بس أيوة شكرا. يلا بلال. هل هذه أكلة بحرية؟ لا. هل هذه أكلة عربية؟ هل هذه الأكلة تصنع أو فيها تحتوي على الرز؟
قليل جدا. ما في اسمه قليل جدا. لا 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 طيب شباب، نعم ولا لا؟ 3 2 1. لا. لا بشكل عام لا. هل هذه الأكلة دجاج؟ هل هذه أكلة دجاج؟ قريب. لا مش دجاج. هذه أكلة عربية اللي أنا معاي. يا. أوكي. هل هذه الأكلة تؤكل في الغداء؟ صحيح. ممتاز. أكلة عربية تؤكل في الغداء، ما فيها رز. ريمونتادا ريمونتادا ريمونتادا. لا، في الأكل أعجبكم. هل هذه الأكلة تؤكل عند الفطور فقط؟ نعم، أحسنت. قربت. هل هذه الأكلة هي المشاوي؟ لحظة، اختلفنا. مشاوي، صحيح مشاوي. مشاوي؟ احتفل ولا؟ لا في أنواع. طيب مشاوي. في أنواع من المشاوي. طيب حكم، احكم في الموضوع. بعد مراجعة الفار تبين انه هذه الاكلة اسمها مشاوي. مشاوي يا جماعة، مشاوي تعتبر. يا أخي مشاوي. في لحمة وفي كفتة وفي مشاوي. في كباب. انت لو قلت كروسون بدون ما تقول شوكولاتة كنا حنحسب لك اياها. نحن برنامج متعاون جدا، وبهذه المناسبة النتيجة 4-3. قاعدين نرجع. يا رب. ورا فين ورا؟ خلاص الجولة الجاية. آخر مرة. يا كذابين. والله حسبكم تطقطقوا علي. انا كيف نبدا؟ اسمع، وين لا اديتر، قصها كلها وخلي الاخيره. اوه قبل ما نبلش لن نسمح بالريمونتادا. اوه لن نسمح بالريمونتادا. يلا اوكي. هل هذا اللاعب يلعب في أوروبا حالياً؟ لا. هل هذا اللاعب أوروبي الجنسية؟ لا. أوكي. هل هذا اللاعب عربي؟ عربي. هل هذا اللاعب يلعب في الدوري السعودي؟ لا. ما يلعب في الدوري السعودي. هل هذا اللاعب يلعب في الهلال؟ لا. هل هذا اللاعب مهاجم؟ صحيح. أوكي. والله لعيونك دقيق. هل هذا اللاعب يلعب في جدة؟ هو يعتبر مهاجم ما يلعب في الدوري السعودي. ما هو أوروبي. 3. هل هذا اللاعب يلعب راس حربة مهاجم صريح؟ اوكي مو راس حربة، معناته هو شكله جناح، يميل للجناح. ايوه يلا روح. اوكي. هل هذا اللاعب يرتدي الأخضر؟ قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الأزرق ولا الأحمر؟ بحكم انه هو وصل للنادي الذي يرتدي الاخضر اللي هو النادي الاهلي في جدة، سمعونا تحية للاهلي. طيب سمعونا تحية للاتحاد. راح نقوم بتبديل الكرت
حق بلال وراح يبدأ من نقطة الصفر. بلال أنت راح تقوم بغمض عينك مرة فين أخرى. اسمه؟ فين اسمه؟ يلا روح. عرفته، رياض محرز. شو هو؟ يلا. طيب أنت سألت، فالآن دوري في السؤال. لاعبي يعتبر مهاجم وما يلعب في الدوري السعودي وما يعتبر من الجنسيات وجنسيته ما هو أوروبية، فبالتالي أنا بأسأل سؤال أعرف هو في أي دوري. هل لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي؟ لا. أوكي يلا. هل هذا اللاعب يلعب في الدوري السعودي؟ لا. هل هذا اللاعب يلعب في الدوري الإسباني؟ لا. لا روح. هل هذا اللاعب يلعب في الدوري الانجليزي؟ استخدم السؤال اخذته قبل شويه انا وزيته؟ حرق عليك راح. هل هذا اللاعب يلعب في الدوري الايطالي؟ لا. لا في السعودي ولا في الايطالي ولا في الدوري اليمني هذا ولا فين يلعب؟ هل هذا اللاعب يلعب في الدوري الالماني؟ لا. طب هل هذا اللاعب يلعب في بايرن او دورتموند؟ واحد منهم. واحد منهم. واحد منهم. نعم هاتوا نعم. اوكي. هل هذا اللاعب يلعب في تشيلسي؟ لا. هل هذا اللاعب هاري كين؟ لا روح. لا. بخوف صار بخوف. واو صرنا على حفه. والله رجعنا بنقطة الصفر. على صفر. طبعا دحين الأسئلة راح تتفرمت. يلا رجعنا من البداية. جمهور نرجع من نقطة الصفر ولا نكمل؟ طيب هيدا. اللي يقول نرجع من نقطة الصفر يعطينا صوت. اللي يقول نكمل يعطينا صوت. معناته الأسئلة صحيح. اللي استخدمناها لا يا حبيبي. يا حبيبي انت ملحات. اوكي يلا. هل هذا اللاعب يلعب في افضل 3 دوريات في العالم؟ نعم. انت سألت هل هذا اللاعب يلعب في جدة أول، بس ما سألت عن الرياض واستخدمنا الدوري السعودي. هل هذا اللاعب يلعب في الرياض؟ لا. اوكي. هل هذا اللاعب يلعب في مدريد؟ نعم. هل هذا اللاعب يرتدي اللون الأحمر؟ لبسه الأصلي حق النادي اللون أحمر؟ في لون احمر بس مش. اوكي يعني هل هو اللون الرئيسي؟ لا. اوكي. هل هذا اللاعب يلعب في ريال مدريد؟ في 2 لا. مدريد؟ اوكي. اوكي. طيب ليش قاعد يطلعوا في وجهي الآن ويجيبه؟ هو لسه عنده الكرت الأحمر. فالآن أنت راح توقف من الأسئلة ل3 جولات، وأنا الله أعلم هذا وين يلعب في العالم. يلا. ولازم ب3 أسئلة أعرف هذا اللاعب مين. الله يستر. هل هذا اللاعب يلعب في ال6 الكبار في الدوري الإنجليزي؟ لا. خلصنا الدوري الإنجليزي. هل هذا اللاعب لاعب وسط؟ لا. عمر ما في ريمونتادا العب ولك. هل هذا اللاعب رافينها؟ لا. لا. اوكي. لا. بكير. هل هذا اللاعب وسط؟ اخذت السؤال لا. بلال صح. اخذت السؤال وسط. ايوه اخذت السؤال ولا ما اخذته؟ حكم. بدي احصل كل اللعيبه. طيب لاعبي مدافع، هل هذا اللاعب هو ارنولد؟ لا. اوكي. هل هذا اللاعب هو الفاريز؟ لا. مدافع، هل هذا اللاعب هو فان دايك؟ لا. هل هذا اللاعب جريزمان؟ لا. شجعوني يا جماعة شجعوني. هل هذا اللاعب يتحدث الإسبانية؟ مش قاعد معه انا بصراحه اللاعب. يمكن لا. ركز، الإسبانية اللاتينية الأولا كوموستاس والشغل ده. لا. لا والله أنا بعيد. طب أعطيني هل هنت هذا يا اللاعب روح. اوبلاك؟ لا مدافع ولا وسط مهاجم. واو. والخامس لرافينيا يا جماعه.
تحية كبيرة مفعمة بالحيوية لبلال حداد. بعد بكير انت فزت. ها خلصت لا مرة أباكم تسمعونا أكبر تحية للفايز في حلقتنا لليوم بلال حداد. بالله عليكم كيف إضافة الجمهور في الموسم الجديد؟ بالله ما هي رهيبة؟ حابين تكونوا معانا ضمن الجمهور في الحلقات القادمة؟ أحب أقول لكم كلكم والله العظيم ارحبوا ترحيب المطر. إي والله الكل مرحب فيه في تصاويرنا القادمة في كل البلدان والمدن العربية. راح أعلن عن التصاوير الجاية من برنامج تحدي التخمين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيا. تابعوني في السناب شات، في الانستغرام وفي التيك توك، راح أعلن لكم هناك وتوصلكم آخر الأخبار. حساباتي الآن ظاهرة كلها قدامكم على الشاشة، تابعوني فيها وأشوفكم في التصاوير والليالي القادمة.